كفتة الحاتي من الوصفات اللي يمكن نستغنى عنها في أي عزومة، سواء في رمضان أو غير رمضان. يلا بينا نعمل الكفتة المشوية من غير ما تفك مننا. مقاديرنا عبارة عن عندي كيلو من اللحمة المفرومة، ياريت تكون ملبسة. تمام. عندي كمان بصلة مبشورة ومتصفية من المية بتاعتها. عندي لكل كيلو من اللحمة معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا وربع معلقة من البيكنج باودر. هنا كمان عندي المنديل بتاع الخروف، كان عندي في الفريزر، فرمته واخدت منه نص كوباية لان احنا هنا محتاجين 20% دهن. تمام. عندي كمان البقدونس، فرمته، عندي نص كوباية من البقدونس. البهارات عندي ملح، طبعا ده حسب الرغبة، نص بهارات لحمة، نص معلقة فلفل اسمر، ربع معلقة قرفة، وعندي نص معلقة توم باودر. خلاص بنحط بقى كله على بعضه زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط الدهن. لو ما عندكيش طبعا المنديل بتطلبي دهن او ليا من عند الجزار، لان اي كفتة بتبقى محتاجة 80% لحمة و20% دهن، وده سر من اسرارها. طبعا انا ما قدرتش، فقلت اريح نفسي واضربها ضربتين كده في الكبة، بحيث ايه يعني اوفر على نفسي المجهود. وده بعد ما ضربتها ونعمتها كويس وكله اختلط ببعضه، هسيبها ساعة في التلاجة. وبعد كده هبدأ ان انا اصبعها. عندي المسن بتاع السكاكين هصبع عليه وبدهنه بالمية بتاعة البصل زي ما انتوا شايفين، بلمها بايدي كده كويس، وبعد كده ابدأ اصبعها على المسن كده. اي حاجة بقى مدورة كده ممكن تستخدموها. شايفينها متماسكة ازاي؟ بعد كده هحطها في الصينية. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على اعلى درجة، علشان بعد ما اخلص ادخل على طول الفرن. زي ما انتوا شايفين بخلص الكمية كلها. خلاص كده. بعد كده هجيب معلقة صلصة وهحطها على بقية مية البصل وادهن بيها الكفتة. التسوية بقى بدخلها طبعا على الشبكة بتاعة الفرن، بتاخد حوالي ربع ساعة. يعني الكفتة ما بتاخدش كتير سوا علشان ما تنشفش منك، تفضل جوسي من جوه. لو لقيتيها محتاجة ممكن تشغلي الشواية عليها علشان تاخد الوش بتاعها. زي ما انتوا شايفين هي كده استوت. عايزة انا بقى اديها طعم الفحم، فعندي ورقة فويل عملتها على هيئة كوباية، وسخنت الفحماية وحطيتها فيها، وهنزل عليها بالزيت علشان تعمل دخان، وهغطي بقى علشان اكتم كل ده. خلاص كده طعمها تحفة. ياريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي فولو وسبسكرايب. كنت معاكم نيرة سليم، مع السلامة.